خلي ألزم لك ملف من ملفات القرآن الكريم ونسولف بيه على كيفنا أنا وياك. الملف في سورة البقرة، وما أعظم سورة البقرة واقعا، وما أعظم ملفات سورة البقرة اللي هي سورة الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. سورة عظيمة سورة البقرة. سورة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أمير المؤمنين لما بات على فراش النبي: باوعوا لي يا شباب، يا أطياب، يا كرام، أنتوا أتباع آل البيت، هاي الحقائق كونوا تعرفوها. سورة البقرة شوفوا هذا الملف: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. نبينا قال لتتبعن سنن من كان، حتى لو أنهم دخلوا إلى جحر ضب لدخلتموه حذو القذة بالقذة. النبي قال صلى الله عليه وسلم راح تسوون السووا ذولاك. ولهذا ألفت نظركم، هاي تشابهت قلوبهم أئمتنا برواياتهم، قالوا مثل ما بني إسرائيل عندهم عجل احنا هم عندنا. الحكي واضح يو مو واضح؟ أنا خو ما أقدر كل شيء أحكي على المنبر، أنتم بعد أعتمد على وعيكم وعلى ذكائكم وقراءتكم لما بين السطور. قبل شوية اتفقنا المؤمن فطن ذكي. أئمتنا قالوا مثل ما ذولاك عندهم عجل انتم هم عندكم عجل. أئمتنا قالوا مثل ما ذولاك عندهم سامري انتم هم شنو؟ كمسلمين عندكم سامري، عندكم سامري. وأئمتنا شخصوا من هو السامري ومن هو العجل بعد وفاة النبي، بس أنا ما أقدر أحكي على المنبر. أئمتنا شخصوا منو هذا ومنو ذاك. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا قال لموسى واحد يوم مجموعهم، قالوا إذ قالوا لنبي لهم. طبعا كتب التفسير القرآن أكو أنبياء ذكر أسماءهم، أكو أنبياء شنو ما ذكر أسماءهم. هسه هذا النبي من الأنبياء اللي ما ذكر اسمه شنو في القرآن الكريم. من هو هذا النبي؟ كتب التفسير تقول اسمه صموئيل أو شموئيل. صموئيل شموئيل بالعبري إذا ترجم بالعربي يصير إسماعيل. وهنا هم ألفت نظركم إلى نقطة، حسب الظاهر والله أعلم أن الله في كتابه ذكر كم إسماعيل. أكو إسماعيل الحليم ابن إبراهيم جد نبينا وأئمتنا عليهم السلام. نبينا وأئمتنا يرجعون الإسماعيل الحليم ابن إبراهيم أم هاجر. أكو إسماعيل صادق الوعد، هذا غير، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، هذا غير ابن إبراهيم. روايات أئمتنا تقول غير. هذا تعرض إلى التعذيب وهو حي، سلخوا فروة رأسه ووجهه وهو حي. والروايات الشريفة ذكرته وقالت نزل عليه ملك وقال له مرني بأمرك. الله تعالى هكذا قال لي أنه أنت تأمرني بأمرك، تريد عذاب الآن ذولا نعذبهم. فقال هذا إسماعيل صادق الوعد لي أسوى بما يصنع بالحسين. لي شنو؟ أسوة بما يصنع بالحسين. هاي روايات عندنا، مو رواية مو اثنين مو ثلاثة. تقول لي أريد مصدر، راجع برهان سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه في ذيل قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل وكان صادق. شوفوا الروايات الشريفة لي أسوة. ولهذا هم ألفت نظركم إلى نقطة أخرى. أنا قاري في كامل الزيارات لابن قولويه الإمام علي يقول للحسين أنت أسوة قدما يا أبا عبد الله. وشنو معنى قدما؟ أنت أسوة شنو؟ قدما. يعني مو ليش أقول كل شيء كنت تبينه وهذا يحتاج وقت والساعة من هسه ركضت علي، وإذا أزود على الساعة أنت تقوم تحكي علي تقول هذا جزعنا ايش قد يحكي هذا. عادة الإنسان ببرا ما يجي وبحياته بعد موته الناس شنو؟ إذا زين وخير وأخلاقه حلوة ومتواضع وطيب الناس شنو؟ تقتدي به تتأثر. عادة بعد ما يجي الإنسان والناس تشوفه يو بحياته يو بعد وفاته الناس تقتدي به، صح حكي ولا؟
تمام. سيد الشهداء مو هالشكل. سيد الشهداء تأسى به الأولياء مو بعد شهادته وفي حياته، وإنما شنو؟ قبل ولادته. أحسنتم. ولهذا الإمام علي كما بكامل الزيارة. كامل الزيارة مو مصدر عادي لعلم الشباب، وهاي هم قضية مهمة. أفتح قوس بسرعة وأسده، لأن هذا تراثكم كونوا تعرفوه، تاريخكم كونوا تعرفوه. كامل الزيارة لابن قولويه كتاب قيم مهم أساسي عند أتباع آل البيت. أتمنى هالوجوه الحلوة هاي تطلع عليه. مؤلفه أستاذ الشيخ المفيد، والشيخ المفيد هو شيخ الشيعة الأكبر رحمة الله عليه. الشيخ المفيد من أعمدة مذهب آل البيت اللي نفتخر به ونتباهى بهم. أنا قرأت في كتب المخالفين يهللون فرحانين بيوم وفاة المفيد. توقع ايش قد كان يشكل ثقل عليهم، ايش قد كان قوي الشيخ. والله قرأت في بعض كتبهم يقول في هذا اليوم أراح الله البلاد والعباد من المفيد. فتوقع الشيخ شو مسوي يعني بعلمه وبوزنه وبثقله وبوجوده في بغداد. يقول الله خلصنا ايه خلصنا مات المفيد. ثقل الشيخ المفيد، مفخر الشيخ المفيد، صاحب الكامل أستاذه. أعمدة ذولا كبار ذولا، حفظوا لنا تراث أئمتنا جزاهم الله ألف خير. كليني من أعمدة مذهب آل البيت، عمود الكليني صاحب الكافي. يقول له أنت قدوة أو أسوة قدما يا أبا عبد الله. أنت قبل ولادتك الأنبياء تتأسى بك. واحد منهم إسماعيل صادق الوعد قال لي أسوة بما يصنع بالحسين لما سلخوا فروة رأسه ووجهه. يا ربي ما أعذبهم، أتأسى بسيد الشهداء. ولهذا إذا تلتفتون علماءنا يسائلون بعضهم يقولون الحسين ليش ما خلى دم الرضيع يسقط. أنا شايف بعض علمائنا الكرام يقولون، حتى الظاهر في الأثر موجود، أنه لو سقطت منه قطرة لأحرقت. فالحسين ما كان يريد يحرق الأرض ومن عليها، فرمى الدم إلى السماء حتى تبقى الحياة. قال لي أسوة بما يصنع بالحسين. أنا أتعلم من الحسين الصبر والتجلد والتحمل، أتعلم من الحسين. باوع لي عيوني أنت حبيبي أنت. هذول أئمتك الأنبياء يتسون بيهم، هذا تاريخك. أنت نبيك منو؟ أنت نبيك في القرآن الله جمع الأنبياء من آدم العيسى ابن مريم، قال لهم ما أنطيكم نبوة ولا أنطيكم حكمة ولا أنطيكم كتاب إلا كلكم تصيرون على دين محمد. وإذا كلكم ما تصيرون على دين محمد وتنصرون محمد وتبع المحمد وتحت راية محمد ما تحصلون لا نبوة ولا حكمة ولا كتاب، فأنتم خيركم كله من محمد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين في سورة آل عمران آية 81 لما آتيتكم من كتاب وحكمة، النبيين من آدم عيسى، ثم جاءكم رسول وهو أبو الزهراء مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم الصفقة راضين بها وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من هو أبو الزهراء؟ أبو الزهراء لو عنده بالقرآن بس هاي الآية يفوق بيها الأولين والآخرين، بس هاي الآية لأبي الزهراء في القرآن. أبو الزهراء يصير سيد ما عدا الله.
بس بهاي الآية. شلون قاب قوسين أو أدنى، شلون وإنك لعلى خلق عظيم، شلون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، شلون شنو ما كذب الفؤاد ما زاغ البصر وما ينطق، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم نعرف شيئا، احنا ما عارفين شيء، كل شيء ما عارفينه، احنا قصور